هذا الفيديو خالي من المثالية لشاب قرر يطور حياته من الصفر، وقرر يقدم محتوى عن تطوير الذات، وراح يكون المحتوى خالي من المثالية، وراح يكون محتوى واقعي. يعني أني لا خبير تنمية بشرية ولا دكتور ولا مدرب، أني حالي من حالك. عندي مشاعر، عندي أخطاء، عندي ذنوب، عندي أشياء أمر بيها، يعني مثل حال أي بشر بهاي الكرة الأرضية، ويحاول يطور من نفسه ويصلح من نفسه قدر الإمكان. بهاي القناة اللي سميتها يلا نتحسن وهدفي هو التحسين، راح أشارك وياك رحلتي من الصفر. أنا تركت الدراسة ورجعت لها خارجي، السنة اللي فاتت نجحت من الثالث، وحاليا أدرس للسادس علمي. إن شاء الله وبعد سنتين أقدم للسادس، لين سنوات انتظار. وراح يعني أراويكم شكلي، وراح أراويكم عندي إعاقة طبعا أني، لأني مسوي عمليات 2، وهاي قصة طويلة من كان عمري يعني تقريبا سنة وشهرين. بالمستقبل إن شاء الله أتكلم عنها. راح أراويكم شكلي، وراح أراويكم يعني حياتي اللي أنا عايشها. ما راح أعيش دور المثالية وأقولكم إنه أنا شخص واو وإنه أنا عايش حياتي، لا، أنا راح أراويكم كل تفاصيل المحتوى، لأن أنا ما أريد أعيش دور المثالية. صورت هذا الفيديو وأنا شوية مرتبك، بس إن شاء الله راح أطور من نفسي وراح أسوي استوديو خاص، ولين عندي إضاءة وعندي تصاوير، يعني معدات التصاوير، فاعذروني على الارتباك. بالمناسبة أنا اسمي مرتضى، مواليد 2003، شاب قرر يبدأ من الصفر لتطوير نفسه. إذا أنت شفت هذا الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، ويعني انضم ويانا برحلة التحسين. طبعا عندي قصر برجلي، وشوفوا كمية القصر، يعني شوفوا من أنزل رجلي شوفي القصر شلون يصير، يعني وحدة أطول من الثانية، يعني وحدة طويلة وحدة قصيرة، بس أنا يعني مش على أطراف أصابعي. الحمد لله على كل حال، يعني أنا متعود على هذا المشي ومتقبل ذاتي ومتقبل نفسي، وقررت مثل ما قلت لكم أني أبدأ من الصفر، وأني ما راح أعيش دور المثالية، وهاي حياتي، وأني جدا أحبكم.